السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم النهاردة وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، متنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا بقى نحضر حاجة المصيف. ودوني البحر، انا عايزة اعمل دش. آه، والله موضوع البحر ده جه فجأة كده. احنا ما كناش ناويين. اللحمة ده كنت بطلع اعملها شاورما لتاني يوم ناكلها. فاللي حصل بقى احنا قررنا ان احنا نروح. فقلنا بقى يلا طالما قررنا، وانا بعملها الساعة 12 بالليل. نقعد ما نتبلها وناكلها هنا، نتبلها وناكلها هناك. دي كانت كيلو نص لحمة. طلعتها قطعتها شرايح كده. آه، اقطعها كلها شرايح. واهم حاجة حتة الدهن دي او اللي في وسط اللحمة دي هتسيح بقى وجواها وتبقى جميلة. انا قطعت الحتة دي قدامكم. هروح اكمل بقى كله واجيلكم. هنا قطعتها كلها اهوت شرايح رفيعة خالص. وهنا ده مية بصل. حطيت على 3 معالق خل. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. معلقة ملح. ودي معلقة فلفل اسمر. ودي معلقة دي توم بودر، بصل بودر. ودي 7 بهارات. ودي ربع معلقة كركم. ودي سكر. ودي ربع معلقة قرفة. وهحط حبهان. هو المفروض حبهان مطحون بس انا ما كانش عندي، وزي ما قلت لكم الوقت كان متاخر فما اشتريتش. وحطيت 5 او 6 معالق زيت، او ربع معلقه او ربع كوبايه زيت. 5 بالمعلقه وربع بالكوبايه. واقلب قلب قلب قلب، واروح دلقه كل الخلطه دي على اللحم. يا اللكوش يا جماعه، الخلطه دي تحفه تحفه تحفه. جربوها وقولولي. هنسيبها بقى فيها كده. قلبها. انا حطيتها في علب. آه كان عندي علب هنا كنت جايباها حطيتها فيه. هنا رحت جايبه الفرخه دي برضو كانت عندي. رحت مطلعها اما انا عملت اللحمه طلعتها تفك. قطعتها كده هيت نصين عشان هوديها تتشوي هناك. قلت بقى احنا مش بدل ما نشتري اكل، احنا معانا اطفال يا جماعه. والاطفال مهما كان ما بتشبعش الا من حاجه البيت. هنا قعدت افتح في الفرخه. انا كنت طلعتها كانت متلجه. هي برضو مش فكه قوي. طلعتها كده وحطيتها نقعتها في ميه بملح وخل ودقيق عم عملت اللحمه دي. واللحمه برضو والله كانت متلجه. كررت نص الليل. المهم انا عماله انغز فيها كده اديلها فتحات. بمسح مكان الدم. وجبت طبق دي. بشرت بصلايه. واعصر فيها بتاع ليمونتين كبار كده او 3. كل ده انا بتبله عشان ان شاء الله لما اروح هناك ما نعملش شغل كتير. رايح نتفسح ونشم هوا. اه وهنا حطيت فصين توم. يبقى مية بصل وليمون. بشرت بصلة وليمون. وعصرت وفصين توم. وهنا معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسمر، ومعلقة كمون. وهنا دي زعتر. وهحط شوية زيت ربع كوباية برضو كده. ودي علبة زبادي صغيرة. اقلب كل دي سوا. ومفروض معلقة بابريكا. بس برضو بأكد ان الوقت كان متأخر ومنعطلش نفسنا على حاجة. ورحت حاطة الفرخة فيها كده اهوت. قلب 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 قلب. وادخل في الفتحات كده. احنا هنا كنا الظهر يا جماعة. انا عملت اللحمة على بيات والكلام ده كان الصبح. واحنا ان شاء الله هنمشي بالليل الساعة 12 بالليل. يعني فكنت عايزة اتبع الحاجات دي عشان تتلج. عشان وانا واخداها في السكة ما تسيحش. دي كان برضو كانت عندي الكبدة ديت. قطعتها كده رفيع. هعمل لها تتبيلة برضو. خدت كام فص توم. وعليه ليمون. عشان ما تتوهش معايا حاجة حاجة كده. هو كان التتبيل الاساس في حاجتنا دي التوم والبصل والليمون. عشان كده ما شلتش الحاجة من على الرخام. اهو توم. كام فص توم كده او راس توم محترمة حسب الكمية بتاعتك. وليمونتين 3.
و7 بهارات، فلفل اسمر كان خلص بقى، وملح وكزبرة ناشفة. قلب كل ده مع بعض. وشوية زيت وشوية زيت. المفروض ما احط الزيت، بس قلت احط زيت برضو لعل وعسى اما اروح هناك مثلا الواحد يتلبخ من شوف البحر يتلبخ ما يحط الزيت للكبده. المهم قلبت كل ده واروح جايبه العلبه اروح حط حاجتي فيه. انا كنت بعمل الصبح عشان الحاجه دي تلحق تتلج، عشان لما اخدها معايا زي ما قلتلكوا ما تفكش على ما نوصل. ودي سجق برضو قطعته، يعني بعمل يعني هو تقطيع مش حاجه، بس عشان لما اروح هناك ما ناخدش وقت وقفة المطبخ، بعد الحاجة تحت ايدي بسرعة كده اروح حطها في الطاسة وخلاص على كده. بقطعها كده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اقطعها واحط في العلبة على طول. دي ان شاء الله هنعمل السجق دي سندوتشات هناك ببصل وطماطم، عرفت اصور هناك ان شاء الله اصور. وده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ودي كانت الحاجة اللي انا عملتها معاك اهوت. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.